هي ليست مباراة نصف نهائي أو قمة نارية، هي مباراة تكسير عظام بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مباراة بين فريق يمتلك المنطق وفريق يمتلك السحر والشعوذة في دوري أبطال أوروبا. الريال ليؤكد تفوقه على الأندية الإنجليزية، والسيتي ليثأر لمباراة الموسم الماضي ويلغي نظرية الفم حاجة، وليؤكد بيب أن فريقه الرقم 1 على مستوى العالم. أنا أحمد، وفي هاي الحلقة راح نحكي عن أهم النقاط اللي بتخلي ريال مدريد يكسب المباراة النارية اللي راح يلعبها مع مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. فقبل ما نبلش اربط الحزام وحط لايك واشترك بالقناه وتعال معي لنحكي عن اهم النقاط اللي بتخلي ريال مدريد تفوق على مانشستر سيتي. المباراه راح تلتعب بالسانتياغو برنابيو، وهي نقطه لوحدها بتخلي ريال مدريد يتفوق على مانشستر سيتي من ناحيه الارض والجمهور. بس النقطه الاولى راح تكون هي نقطه جوزيه لاعبين ريال مدريد، وتحديدا العناصر اللي قادره تحسم المباريات الكبيره لريال مدريد، وتحديدا العناصر اللي قادره تحسم المباريات المهمه والبطولات الكبيره لريال مدريد، وهن 3 أو 4 لاعبين في ريال مدريد. اول شيء فينيسيوس جونيور، اللاعب لما بيكون بكامل تركيزه وعم يلعب من اجل المجموعه، ما في دفاع بيوقف امام ريال مدريد، وما في دفاع بيستعصي على ريال مدريد انه يتم اختراقه. ومثل ما لاحظنا بمباراه اوساسونا، فينيسيوس كان مستواه رائع كثير بالمباراه، لدرجه ما ضل حدا الا اثنى على فينيسيوس جونيور وطريقه صناعته للهدف الاول لريال مدريد بالمباراه. اما العنصر الثاني او اللاعب الثاني بالاحرى فهو كورتوا، اللاعب اللي اذا كان بيومه فريال مدريد رغم الهفوات الدفاعيه والاخطاء الكارثيه اللي عم يقوموا فيها مدافعي ريال مدريد قادر يقدم مباراه دفاعيه عظيمه ويكون سد منيع في وجه الخصوم اللي عم تواجه ريال مدريد، وخصوصي بالمباريات المهمه. ومثل ما شفناه بمباراه ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا العام الماضي، كورتوا قدم مستوى رائع وقدر يحصل رقم قياسي ويتصدى ل9 كرات. هذا الرقم اخر مره حصل في عام 2003 2004 طبعا في نهائي دوري ابطال اوروبا. اما العنصرين الاخيرين او اللاعبين الاخيرين لريال مدريد فهن كريم بنزيما ولوكا مودريتش، لانه الاثنين مع بعض بيمتلكوا مفاتيح اللعب لريال مدريد، واذا كانوا بيومهم فريال مدريد راح يقدم مباراه خرافيه من الناحيه الهجوميه. اما النقطه الثانيه فهي شخصيه ريال مدريد، الشخصيه اللي قادره تحسم اصعب المباريات لريال مدريد. فريال مدريد بالمباريات الصعبه بتعدي عليه 10 دقائق بالمباراه بيكونوا لاعبين ريال مدريد مركزين بالمباراه، وفي روح وقتاليه عند اغلب اللاعبين. وبنلاحظ بلاعبين ريال مدريد باوقات قصيره بالمباراه لما بيكون اللاعب المدريدي مضغوط بيكون في عدوانيه وشراسه عند لاعبين ريال مدريد على ارض الميدان. وبنروح لاخر نقطه بالمباراه وهي كارلو انشيلوتي، عمو كارلو انشيلوتي. ما لازم يبالغ كارلو انشيلوتي بالتوازن، لازم يكون في عنده جرأة بالهجوم امام مانشستر سيتي. كلياتنا بنعرف انه انشيلوتي هو المدرب المتوازن في كرة القدم، بس اذا تعامل بهاي المباراة تحديدا بشوي من الشجاعة فريال مدريد قادر يخرج من المباراة بنتيجة ايجابية. واهم نقطة لريال مدريد بالمباراة انه يكون السفاح، القاتل، المدمر، الجزار. إيرلينغ هالاند ماله بيومه. الى اللقاء.